شوبير يحذر جمهور الأهلي. وجه الإعلامي أحمد شوبير تحذيرا لجمهور الأهلي قبل المباراة المرتقبة بين فريقه ونظيره الزمالك، والتي ستجمعهم السبت المقبل في إطار الجولة الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيده 32 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيده 27 نقطة. وتعد المباراة فرصة ذهبية للأهلي الذي يسعى لتعزيز مركزه والتفوق على منافسيه التقليدي، في ظل المستوى المتذبذب للزمالك والذي أجبره على إقالة السويسي كريستيان غروس والتعاقد مع البرتغالي بيسيرو. تحذير شوبير لجماهير الأهلي. وفي تصريحاته التلفزيونية قال شوبير: أريد توجيه رسالة لجماهير الأهلي. أتحدث الآن لأنني سمعت الكثير من التوقعات حول نتيجة المباراة، حيث وصلني العديد من الرسائل التي تقول إن الأهلي سيحقق فوزا تاريخيا على الزمالك. البعض يعتقد أننا سنفوز بنتيجة أكثر من 3-0. وأضاف: هذا النوع من التوقعات المبالغ فيها قد يكون سببا في إلحاق الضرر بالفريق، فالثقة الزيادة قد تكون عامل سلبيا. واستشهد شوبير بما حدث قبل مباراة السوبر الأفريقي التي توج بها الزمالك قائلا: مررنا بتجربة مشابهة في مباراة السوبر عندما دخلنا المباراة ونحن واثقون من الفوز ولكننا خسرنا. وأوضح شوبير أن الزمالك قد أجرى تغيرات فنية، حيث تولى المدرب بيسيرو المسؤولية خلفا لغروس، معتبرا أن البرتغالي مدرب جيد وربما أفضل من سابقه. وأكد شوبير أن الأهلي أمام فرصة حقيقية لزيادة فارق النقاط منافسه المباشر إلى 8 نقاط، قائلا: الأهلي يمتلك القدرة على الفوز إذا قدم مستواه الطبيعي، ولا بد من الحذر من أي تعثر أو فقدان للنقاط، لأن التعادل ليس في صالح الأحمر مع وجود منافس قوي على القمة.